صباح الخير او مساء الخير على حسب التوقيت اللي بتشوف فيه الحلقة دي. من امبارح والواحد بيعيش اصعب ايام حياته فعليا. الواحد حاسس ان هو في كابوس، كل ما يفتح النت يفتح اي حتة، فيس، انستا، واتساب، اي حاجة، تحس ان الماتش ده هيتحفر جوه ذاكرة البني ادم. اليومين دول الواحد مش هيقدر ينساهم باحداثهم بكل شوية، الحاجات الجديدة اللي بتطلع عن الماتش، عن التحكيم، عن الظلم. ولكن في جوانب كتير جدا الناس ما بتتكلمش عليها، جوانب إيجابية كتير جدا احنا ما اتكلمناش عليها وما ذكرناهاش. عن خسارتنا من الأرجنتين في دور ال16 في كأس العالم، في حدث تاريخي وإنجاز تاريخي وفخر، مش على مستوى الشعب المصري أو على مستوى الشعب العربي، بل على مستوى العالم كله. وإن أنت كسبت احترام العالم كله، مش شعبك بس أو بلدك بس. في حدث آه، صعب جدا. الأحداث والمجريات اليومين على بعض كلهم في حزن رهيب، في إحساس بأن أنت كنا قريبين قوي فعلا. بتلخص اللي حصل في الماتش. عندنا كلام مهم وكلام كتير للأمانة عشان هنتكلم باستفاضة ونقفل صفحة ماتش مصر والأرجنتين، فهنتكلم في التفاصيل. أتمنى إن أنت تكون اتفرجت على اللي فات، اتفرجت على اللايف رياكشن غريب جدا. أنا عن نفسي مش مصدق بتفرج عليه، بحزن تاني، ولكن إن شاء الله خير. اعمل لايك واشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان خاطر عندنا كلام مهم جدا عن مباراة مصر والأرجنتين. للأمانة لو هنتكلم عن الإيجابيات والسلبيات، فأنا أحب أبدأ من الإيجابيات. يعني حاسس إن إحنا السلبيات كل الدنيا اتكلمت فيها، كل الدنيا بتتكلم في إن أنت اتظلمت. عرفنا إن إحنا اتظلمنا خلاص، يعني قدام العالم كله باين إن أنت مظلوم، قدام العالم كله باين إن في، مش عشان خاطرك أنت، يعني الموضوع مش ضدك قد ما الموضوع ضد إن الأرجنتين مش هيعرف يطلع. يعني أيا كان مين المنتخب اللي كان هيبقى ضد الأرجنتين برضه مش هينفع يطلع. فظلم واضح وتحكيم أسوأ من الممكن. تحكيم مفيش تقريبا قرار او قرارين على بعض في الماتش كانوا صح من القرارات الجدليه. ولكن انا هتكلم شويه عن الايجابيات قبل ما نتكلم عن جزء التحكيم ده. من الايجابيات ان انت بقى عندك منتخب كشعب مصري دلوقتي، كمنتخب مصر انت بقى عندك منتخب. ومش القصد هنا ان احنا الفتره اللي فاتت كنا بنلوش، لا، احنا وصلنا نص نهائي افريقيا، واللي قبلها وصلنا نهائي. بس انا قصدي ان انت عندك منتخب عالمي، منتخب قدام اي منتخب هتواجهه دلوقتي، سواء اوروبي، امريكا اللاتينيه، اسيا، اي منتخب هتلعبه انت داخل عارف ان انت قادر تكسب. يعني عادي، انا دلوقتي عندي مستوى يقدر يخليني اكسب. فده في حد ذاته انت اكتشاف لنفسك مرة تانية في البطولة دي، اكتشاف لقدراتك، اكتشاف لإيمانك في نفسك، اكتشاف في ثقتك في نفسك. كل ده احنا كنا مفتقدينه، كل ده ما كانش موجود. كنت بتنزل اسهل ماتش ممكن تلعبه انت قلقان، ما عندكش ثقة. من الايجابيات التانية هي الروح اللي رجعت، الروح اللي رجعت في الشعب المصري كله، الروح اللي رجعت مرة تانية بان احنا فعلا عندنا منتخب وطني محتاجين نشجعه وندعمه. المنظر اللي انت ما شفتوش بقالك سنين وسنين وسنين في دعم المنتخب، من اصغر طفل لاكبر واحد في مصر. في دعم من الدنيا كلها، اللي فاهم كوره، اللي مش فاهم كوره. وده اللي وصل للعيبه، وده اللي خلاهم بقوا بيحاربوا عشان خاطر طموحهم، عشان خاطر ايمانهم بانهم يقدروا يعملوا حاجه. فدي حاجات مش هتيجي بالسهل. في حاجات، في ناس بتقعد بالسنين بتسعى ان هي توصل للمرحله دي. فانت بجد بالرغم ان احنا ما عندناش منظومه في الكوره، وما عندناش امكانيات، ما عندناش دوري ان انت توصل للمرحله دي. اتفرج على كل المنتخبات اللي موجوده في دور الثمانيه او في ال16، كلهم عندهم كوره، كلهم عندهم دوريات، كلهم عندهم لعيبه محترفه. انت بتتكلم تقريبا في 3 لعيبه محترفه في القائمه بتاعتك. يعني لو ما كنتش بتلخبط في الرقم، الباقي اللعيبه كلها في دوري مصري ما فيهوش جماهير، ما فيهوش كوره، ما فيهوش لعب، ما فيهوش تكتيك، ما فيهوش ملاعب، ما فيهوش اي حاجه. ان انت توصل للمرحله دي ده انجاز تاريخي، ده انجاز فعلا لازم انت تقف عنده وتقول شكرا لكل لعيب اسم في القايمه. شكرا لكابتن حسام حسن ان هو رجعنا تاني على الساحه الدوليه، خلى العالم كله بيتكلم عن ان انت كنت قادر تطلع الارجنتين كسبان 2-0، ولولا الظلم التحكيمي كان زمانك في الدور 8 ومطلع بطل العالم. شكرا ليكم، شكرا للرجاله اللي كانت على قد ثقه الشعب كله. شكرا للشعب اللي رجع وبقى واثق في منتخب بلده تاني. حاجات بجد ايا كان ايه كان ممكن يحصل ما كناش هنقدر نوصل لها بالسهل، ايا كان المباريات اللي كنا ممكن نلعبها ما كناش هنوصل لها بالسهل.
اللي حصل للمنتخب هو مش صدفه، هو باين ان ده في مجهود، في تكتيك، في كابتن حسام حسن شغال فعلا على الجانب النفسي، على الجانب التكتيكي، على الجانب الفردي للعيبه. دي مش صدفه. وانا متفائل جدا بالفتره الجايه ان المنتخب يكون ليه شكل اكبر، متفائل بالجيل الجديد اللي طالع. الله اعلم ممكن نعمل ايه في كاس العالم. مصطفى شوبير لما طلع يتكلم بعد الماتش قال لك انا مش هتكلم عن كاس العالم اللي جاي لان احنا لسه عندنا بطولات كتير ما بيننا وما بين كاس العالم، ولكن هنبين للناس في التصفيات قد ايه ان احنا مركزين. الروح دي مش بالسهل، قد ايه اللعيبه قلبها على المنتخب. احنا كان بيجي علينا وقت المنتخب بيبقى عنده تجمع ما كناش بنبقى عارفين ان المنتخب عنده تجمع. من الايجابيات التانية شكرا ان احنا كسرنا عقد كتير جدا كانت عندنا، عقد في ثقتنا في نفسنا في ان احنا قادرين في كاس العالم نعمل اداء مشرف، قادرين. انت تخطيت مرحله الاداء المشرف. انت امبارح اللعيبه طالعه بتعيط بعد الماتش، بتضايق ان هي طلعت من الارجنتين بطله العالم في دور 16 كاس عالم. يا جماعه قالوا الكلمه، يا رجاله انتوا شرفتونا. يا جماعه احنا ما كناش طالبين منكم غير ان احنا نكسب ماتش ونتاهل من دور المجموعات حتى لو تالت. احنا طموحاتنا عليت جدا جدا، ودي مش سلبيه، لا بالعكس، ده يعرفك ان انت بقيت في حته كويسه جدا. اللعيبه نفسها، وانا ما اعتقدش ان محمد صلاح هيعتزل دلوقتي، على الاقل محمد صلاح هيلعب افريقيا مع المنتخب. الروح ما بين اللعيبه كويسه جدا. كابتن حسام حسن قدر يخلق جو بقالنا فتره كبيره ما شفناهوش، اعترف بده. حتى من افريقيا الاخيره برضو كان في جو برضو وروح للمنتخب تحفه. كل دي ايجابيات ما تقدرش تقدرها بتمن، وايجابيات كتير 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 فعلا في البطوله دي. 5 مباريات زي ما قال كابتن محمد ابو تريكه، قال لك 5 مباريات ب5 اعياد، فعليا 5 اعياد عيشتونا اعظم مونديال المنتخب لعبه، او اعظم فتره واعظم فتره الواحد كان مركز فيها مع المنتخب وكان عنده امل في المنتخب. بجد شكرا شكرا شكرا. ايجابيات كتير، احنا فخورين بالمنتخب بتاعنا. قدام العالم كله احنا واقفين بنقول ان احنا اتظلمنا، قدام العالم كله بنقول ان احنا عندنا منتخب رجاله، قدام العالم كله بنقول ان احنا لو كنا اتاهلنا كان ممكن نوصل النهائي. قدام العالم كله احنا بنتكلم في ان احنا منتخب كبير جدا جدا جدا. منافستنا مش على مستوى افريقيا بس، منافستنا على مستوى العالم كله، والله دي حاجة ما تتقدرش بثمن. احنا وصلنا لمرحلة عالمية، العالم من امبارح مقلوب على مباراة مصر والارجنتين. مش هقول لك الصحف الافريقية ولا الصحف المصرية، الصحف العالمية امبارح منزلة ان الارجنتين قدرت تفوز بمعجزة وتخرج من ايد مصر. الارجنتين اللي قدرت تخرج من ايدينا، من تحت ايدينا. انت في حته ما كنتش تحلم بيها. ايا كان اكبر متفائل في مصر ما كانش يتوقع ان احنا كنا نلعب بالشكل ده قدام الارجنتين. فلو واحنا بنتكلم بالمره ونتكلم على طول على المباراه نفسها والظلم اللي حصل له، انا عايز اقول لك ان الظلم التحكيمي اللي حصل له، اللي حصل لنا، اكبر الناس اللي برزته في الماتش وحسستك بيه هو كابتن حسام حسن. الحبه اللي عملهم في اخر الماتش هو هيج الدنيا كلها عليه. كابتن حسام حسن اللقطه اللي عملها بتاعت ايده وان هو اتعرض للعنصريه، وماك اليستر لما بان، واللقطات اللي طبعا ما ظهرتش في المباراه لايف، ماك اليستر حط ايده على بقه وتقريبا قال حاجه. ومفروض الطبيعي ان البروتوكول بتاع الفيفا ان اي حد يعمل العلامه دي او يتعرض للعنصريه الماتش بيقف وبتروح بتراجع ايه اللي حصل وبتشوف مراقب المباراه وبتتخذ اجراءك. كل ده اللي ما حصلش. عايز اجيب الماتش من اوله مش عارف، بس انا بقول لك ان اللي بروز الظلم ده كله هو كابتن حسام حسن، لانه فعلا احنا محتاجين بقى الناس دي، مش محتاجين حد واقف على الخط اول لما يحصل اي حاجه خلاص يا جماعه نكمل الماتش ونهدى. لا، انت تعرضت للظلم، انت عارف ان اخر دقيقتين في الماتش انت عارف ان انت مش هترجع خلاص. ايا كان هتعمل ايه مش هترجع. ما انت اخر كوره بتاعت حمدي فتحي دي ضربة جزاء واضحة، ماك أليستر شده من التيشيرت، ومن 100 لقطة اتعرضت بعد الماتش ضربة جزاء واضحة. ولو دي مش ضربة جزاء يبقى الكرة اللي انت لغيت فيها جون زيكو مش فاول، نفس الشدة بالظبط. وضربة جزاء محمد صلاح باين جدا ان هو داس على رجله، باين ان محمد صلاح كان هيرجع يستحوذ على الكرة تاني. حاجات واضحه جدا. ولكن انا مشكلتي الاكبر مع عدم رجوعك للفار. يا راجل ده انت لما جون زيكو جه رجعت بقيت بتتحجج بتدور على فاول او خطا عشان ترجع تجيبه عشان تلغي بيه جون زيكو. ده انت رجعت الكوره بقالها دقيقه قبل الجون بدقيقه عشان خاطر تحسبها فاول. طبعا ظلم 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 حقيقي. بجد فضيحه، هي فضيحه. مفيش اي مبرر ليه ان انت يعني خليك فير، خليك فير. الخطأ اللي تحسبه هنا ما عنديش مشكله، احسب جون زيكو خطأ واحسبه فاول، لكن اديني ضربه جزاء، اديني ضربه جزاء محمد صلاح. ضربه امام عاشور بدون كوره في وشه.
ازاي الحاجات دي مش انذار؟ فاولات لمحمد صلاح في بدايه المباراه برضه ما فيهاش حاجه وما اتحسبتش اي حاجه. تحس ان الحكم بيتغاضى. عندي مشكله جدا اول لما ابتدينا نعترض ومصطفى شوبير ابتدى يعترض في الهدف الثالث، بمجرد ما ابتديت تعترض اداله انذار، ادى حمدي فتحي انذار لما راح ورانا ان التيشيرت مقطوع. اصل انت بتلعب الماتش من جانب واحد، يعني هو ماتش متاح للارجنتين تعمل اي حاجه، احنا مش متاح لنا اي حاجه تتعمل. فضيحه فضيحه فضيحه. يعني باي منطق وباي عقل ان انت مش هين عليك ترجع تبص للفار؟ يعني امال هو معمول ليه يا راجل؟ ده انت كانت اي سقطه ولقطه بتحصل لهم بتروح تراجعها في ثواني تديهم القرار. ده انت ما ترددتش لحظه في ضربه الجزاء بتاعتهم، ايا كان هي ضربه جزاء ولا مش ضربه جزاء. ولكن انت عشان خاطر حصل كلام عليك قبل المباراه انه حكم فرنسي بيحكم ماتش الارجنتين، فانت خلاص بقى انا هثبت ان انا لا اكيد انا مش جاي اظلمكم ومش هينفع الارجنتين تطلع فتيجي علينا احنا. عايزين حقنا، اديني حقي واديله حقه، انا ما عنديش مشكله، ما عنديش مشكله اطلع. انا مش رايح الماتش اصلا عشان اتاهل، انا رايح عشان العب بشرف، العب برجوله، وده حصل. لكن الحكم ما كانش عنده شرف وما كانش عنده نزاهه وما كانش عنده شفافيه طول المباراه. ده ظلم واضح. واللي نيلها اكتر واكتر انفانتينو بعد المباراه في مباراه كولومبيا وسويسرا، مباراه اخر مباراه في دور ال 16، ماسك علم مصر بعد لما الدنيا كلها هاجت عليه والدنيا كلها قالته. مسكتك العلم مصر دي هتعمل ايه؟ هتضيف لنا ايه؟ هل انت بتقتل القتيل وتمشي بجنازته؟ انت قاعد في المباراه باين جدا ردود افعاله بعد الهدف الاولاني تقريبا لياسر او الثاني بتاع زيكو. في فيديو نازل على النت، متسيب رئيس الاتحاد الافريقي وانفانتينو، ردك فعلك يا راجل، ده مسؤول عن الكوره يا راجل، داري ان انت متضايق، داري ايه البجاحه دي؟ طول البطوله من اول البطوله هو في حاجه غلط مع الارجنتين، في تصريحاتك كلها غلط، حتى بعد ماتش كاب فيردي تصريحاتك كلها كارثيه. داري، يعني انت مش متخيل او مش مدرك حجم المنصب اللي انت فيه، قاعد متضايق ان مصر جابت جول في الارجنتين. ايه الهبل والهطل ده اللي يخليك تمسك العلم بتاع مصر في ماتش كولومبيا وسويسرا؟ استفدنا بيه ايه؟ بتعلم بيه ايه؟ بتعلم بيه ان انت مثلا متعاطف معانا؟ مش مستنيين تعاطف، انا عايز حقي وشكرا. اخرج بالبطوله بس اخرج بشرف، اخرج بالبطوله وانا عارف ان انا واخد حقي. لكن انت خارج من البطوله بقهره، انت بعد ما عملت اداء انت مش متخيله. ايا كان انا عندي غلطات، حسام حسن عنده غلطات، اللعيبه تعبت ما تعبتش مش بتاعتك، اديني حقي وشكرا. فبجد حقيقي حاجه تحزن ان انت بعد ما وصلت للمرحله دي كلها تخرج بالشكل ده. مباراه للاسف الشديد هو حزنها وعدم الرضا من الشعب المصري عن السيناريو اللي انت خسرت بيه، عن السيناريو اللي انت طلعت بيه. يعني ما عنديش مشكله والله العظيم، ما حد في الشعب المصري كان مستني ان احنا نطلع الارجنتين حتى لو كان في حاله من التفاؤل، لكن دي طبيعيه، احنا بعد قبل اي ماتش بنبقى متفائلين ان احنا هنكسب. لكن ما انت ما اطلعش، انا بقالي فتره كبيره ما اتظلمتش بالشكل ده، بقالي فتره كبيره ما طلعتش من ماتش بقول لا ده كان في الحكم ضدي النهارده، ولما يبقى ضدي النهارده يبقى ضدي في دور 16. اتفرج على ضحكه محمد صلاح في اخر دقيقتين في الدقيقه 95، نفس سيناريو مباراه هولندا والارجنتين بالظبط. ضربه جزاء في ماتش هولندا والارجنتين اتحسبت للارجنتين، هي ضربه جزاء محمد صلاح وما اتحسبتش. ضحكة محمد صلاح بيفكرني بلقطة فان دايك، واقف مش مستوعب، عارف اللي فيه، عارف ان السيناريو مرسوم، خلاص هي محسوبة، هي محسوبة ان مصر مش هتطلع الارجنتين. دموع زيكو بعد اللقاء في اللقاء الصحفي اللي عمله، واللي اتسحب منه المايك في اخر اللقاء بعد ما لخبط فيهم جامد، حاجات تقهر لما تلاقي لعيبتك مصدقة بتعيط ان هي خسرت من دور 16 من الارجنتين بطل العالم. انت تتقهر، انت تزعل، انت تتضايق ان انت ما اخدتش حقك. حقيقي لقطات والعالم كله بيتكلم، واكبر الحكام في العالم معترفه ان في ظلم تحكيمي. انت يا انفانتينو اطلع ادي اي قرار، اوقف الحكم، اعمل اي حاجه، اي نصيبه. اللي ينيلها اكتر واكتر ان يبقى حكم ماتش الارجنتين وماتش فرنسا والمغرب في دور الثمانيه حكم طاقم التحكيم كله ارجنتيني. انتوا بتردوها لبعض. هو انت نهائي فرنسا والارجنتين بسبب الضجه اللي عملها وقد ايه ان المباراه افضل نهائي في التاريخ، فانت بتحرب، بتدور ازاي انا اعمل السيناريو ده تاني. انت البطوله نوت فير، البطوله نوت فير من كل جوانبها من ساعه ما بدات. في ظلم تحكيمي بيحصل في مباريات كتير، ولكن دي فضيحه، دي مش ظلم، دي فضيحه 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 العالم كله مش هينساها. انا فخور جدا بمنتخب بلادي ان هو وصل للمرحله دي، فخور ان هو قدام العالم كله طالع بالاجبار ان هو مش هينفع يكسب، مش هينفع تكسب بطل العالم وتروح انت لدور 8. ايه منتخب مصر ده؟ الارجنتين بطلة العالم تروح وتتأهل كمان من دور 8 توصل نص نهائي، تتأهل بكل سهولة وتواجه فرنسا في النهائي.
بجد 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 الواحد حزين جدا على السيناريو، مش حزين على الخسارة. احنا فخورين بمنتخب بلدنا، فخورين برجالتنا، لكن فعلا 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 حرام 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 اللي حصل في الماتش. ماتش مش هيتنسى في التاريخ على مستوى العالم كله، مش هيتنسى اللي حصل في مباراة ماتش الأرجنتين، لكن احنا فخورين بجد بجد. احنا لازم نستقبل منتخب مصر احسن استقبال. الرئيس السيسي امبارح بعت تهنئة للمنتخب، والناس كلها بتبعت تهنئة للمنتخب على اللي عملته. طول ما احنا قاعدين، طول ما احنا بنلاقي اخبار جديدة، طول ما احنا قاعدين، طول ما احنا بنشوف حاجات تضايق اكتر واكتر واكتر. لكن الرسالة الاخيرة اللي ممكن واحد يوجهها بعد مباراة تاريخية شبه دي، قبل ما نختم طبعا ونتكلم عن جزء فني بسيط في الاخر، هو ان خليك فخور بمنتخب بلدك. انت قدمت مباراة تاريخية تاريخية تاريخية. نتمنى نبص لقدام، نتعلم من اخطائنا، نبني على اخطائنا، لان الفتره الجايه تكون فتره حاسمه. بعد ما عملت اداء يخلي العالم كله بيبص على منتخب مصر، هيقدر يعمل ايه الفتره الجايه. لو على المستوى الفني، فاحنا بنشكر كابتن حسام حسن على ادارته للمباراه حتى الدقيقه 70. لان التبديلات الى حد ما انا ما كانش عندي مشكله ابدا ان انا اقعد العب اخر 20 دقيقه بدافع بسته. يعني نزل مثلا حسام عبد المجيد مكان مرموش، مكان تريزيجيه، كان ممكن تنزل مدافعين. مش بتكلم انا طبعا، بتكلم على مستوى فني اللي هو يعني للذاكره بس، ان احنا نفتكر ان كان بايدينا مثلا حلول، ولكن مش بنلوم فيها حسام حسن ومش بنلوم فيها اللعيبه. كل اللعيبه اللي نزلت ادت. ايا كان انت ضيعت من ايدك فرصه او فرصتين، يعني الحمد لله طبعا. لكن اداء فني من كابتن حسام حسن، اداره مباراه من امتع المباريات اللي ممكن مصر تعملها. فوز 2-0، كنا فخورين جدا بالمنتخب بالرغم من العودة والظلم اللي تعرضنا له. ولكن احنا في عيون نفسنا احنا ما كسبناش كاس عالم، احنا ما رحناش نص نهائي كاس عالم ولا ربع نهائي، ولكن احنا كاس العالم نفسه هو اللي خسر نزاهته، خسر شفافيته، خسر شرفه في تكملة باقي الأدوار. وأنا بتوقع إن باقي الأدوار اللي جاية هيكون في مشاكل كبيرة في كل المباريات، لأن اللي حصل قدام العالم كله هو فضيحة. ألف شكر على انتهاء رحلة منتخب مصر في كأس العالم. عيشتونا أفضل 20 أو 24 يوم، مش فاكر كام قد إيه بالظبط، ولكن بجد شهر تاريخي إحنا عشنا معاكم. طموحاتنا كانت بتزيد يوم عن يوم عن يوم، حققنا أرقام قياسية، حققنا طموحاتنا وبقينا بنعلي على طموحاتنا بسبب كنتوا، بسبب رجولتكم، بسبب إصراركم، وإن أنتوا كنتوا مصدقين في نفسكم، وإحنا بقينا مصدقين فيكم، وبقينا مصدقين إن إحنا نقدر نعمل أي حاجة في الكورة مع منتخب محترم، مدير فني محترم. ألف 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 مليون شكر على اللي عملته في البطولة. وإلى هنا انتهاء رحلة منتخب مصر في كأس العالم، وإلى اللقاء. مش عارف هنكمل بقى تغطية كأس العالم ولا لأ، بس أكيد إن شاء الله هنكمل يعني.